بيكي، مرحبا. ben روميتو. مرحبا بالجميع، معكم روميتو. لا تقلقوا، هذا الفيديو بالعربي. don't worry. اليوم رح نحكي عن الصيام وكيف انه احنا نضل hydrated، كيف نضل مترطبين، لانه انتو بتعرفوا برمضان شو رح ننشغل بالجوع والعطش، ومتى الاذان رح يأذن، ولا ننشغل بالطاعة والعبادة والمذاكرة او الدوام لو حدا بيروح دوام شغل. عشان هيك اليوم في معلومات كتير حلوة، فتابعوا الفيديو للآخر. و خلونا نبدأ. شو فيه؟ ليش متأخرين هيك؟ أولا اشرب ماء بكميات كافية، يعني ما لا يقل عن 1 ل 2 أكواب من الماء كل ساعة بين الإفطار والسحور. والأطعمة الغنية بالماء برضو، مثل الفواكه والخضروات اللي بتحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والبرتقال والخيار. تجنب الأطعمة المعلبة والمخللات أو أي شي حار، لأنه هاي الأطعمة بتتسبب بالجفاف. بذور الشيا، دائما حاول تضيف بذور الشيا لمشروباتك، لأنها بتمتص كمية سوائل وتحتفظ فيها، ولما بتاكلها بتكون حصلت على ترطيب جميل جدا. تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعبأة، لأنه هاي طبيعي تسبب لك جوع وعطش، لأنها محملة بالسكر وتسبب كمان الجفاف. التمارين الرياضية، ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أنها تحسن الدورة الدموية وتساعد في الحفاظ على الرطوبة. يعني برمضان رح تسوي رياضة، لا تزعل، عادي. اوكي، ممكن تسويها بعد الإفطار. تفطر الفطور الخفيف اللي بيكون زبادي وتمر وموية، وتكتفي بهذا، وتروح تسوي رياضة ساعة ولا نص ساعة. البيت كله رح يجلدك، مأخرنا ليش على الفطور؟ بس انت ضلك ثابت على موقفك وروح سوي رياضة، وارجع كمل الأكل اللي هو الدسم، الأكل اللي فيه بروتين من الآخر. وحافظ على رطوبة جسمك دائما، لأنه هيساعد في تجنب الجفاف، وإنك هذا رمضان تكون مختلف وتنجز فيه أكبر إنجازات أنت ما أنجزتها في حياتك من قبل. وبس، شكرا لكم. كان معكم روميتو. شكرا انكم اعطيتوني من وقتكم الثمين. باي باي.